بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع دقيقة في الغزل والنسيج أو الجديد في الغزل والنسيج. النهاردة إيران سمحت بمرور السفن العراقية مضيق هرمز، ومرت سفن كتيرة جدا محملة بالبترول تحمل العلم العراقي مضيق هرمز متجهة إلى شرق آسيا. مجموعة فنادق الديار القطرية تضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار في مصر. فنادق جديدة. توقعات روسية بقفزة كبيرة في أسعار البترول خلال أسبوعين لتصل إلى 150 دولار. تشوف ده حقيقي ولا لا؟ مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 21% نتيجة الأحداث الموجودة بين أمريكا وإيران، ودي هتؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأسمدة وبالتالي ضغوط على أسعار المحاصيل. تحياتي مهندس محمد كمال. تابعونا مع الجديد في الغزل والنسيج.